في ديسمبر في النمسا تتهم 3 نساء بممارسة السحر. عندما يطلب منهم كاهن الاعتراف بخطاياهم، تعترف الأولى بأنها وقعت اتفاقا مع لوسيفر وتطلب الرحمة. تقول الثانية إنها صنعت مراهم، لكن كانت أدوية عادية وليس سحرا. تخبر الثالثة الكاهن بأنه سوف يحترق في الجحيم. تشنق هاتان المرأتان على الفور فوق الجسر. تشعر الأولى بالحيرة لأنها اعترفت لتنقذ، لكن الكاهن يوضح أنه فقط من أجل روحها قبل أن تشنق أيضا. بمجرد أن يموت الثلاثة، ترفع أجسادهم إلى الماء لتغريقهم، ثم يطلب الكاهن من الجنود سحبهم للخارج حتى يتمكن من أداء الطقوس المقدسة من كتاب سليمان، مما يضمن عدم عودة النساء. يعتقد الجنود أن هذا يكفي ويغادرون. في منتصف الليل، يسحب الكاهن الأجساد بنفسه ويبدأ في تلاوة الطقوس. الأولى انتهت دون مشاكل. الثانية تتقيأ على وجهه وتبدأ جسدها بالاهتزاز، لكنها تسقط ميتة مرة أخرى عندما ينتهي التعويذ. عندما يحاول الكاهن سحب الثالثة، يسحب الحبل إلى الخلف ويتسبب في سقوطه في الماء. يسبح على الفور نحو الشاطئ، لكن ييدا تواصل سحبه إلى الوراء. بعد بعض النضال، يتمكن الكاهن من مغادرة النهر والعودة إلى الجسر للحصول على الكتاب. فجأة، تطير الثالثة من الماء وتضرم النار في الكتاب، ثم تشنق الكاهن فوق الجسر. في عام 1332 في تركيا، تلتقي جيشان قويان في الصحراء خلال الحروب الصليبية. يقرر الفرسان بيون وفلسون أن من يقتل عددا أكبر من الرجال سيشرب مجانا. المعركة شديدة للغاية وكلا الجيشين يخسر عددا كبيرا من الرجال في كل ثانية، ومع ذلك يستمر بيون وفلسون في إغاظة بعضهما خلال القتال. في تلك الليلة، يحتفل الثنائي بانتصارهما في حانة مع العديد من النساء والكحول. في عام 1334 ينضم بيون وفلسون إلى معركة وحشية أخرى في ليبيا. يموت الآلاف من الرجال مرة أخرى بينما تطلب الكنيسة من الجنود قتل جميع الهراطقة. في عام 1337 تنشب معركة أخرى في تركيا خلال الليل. تستمر هذه الحرب المقدسة في عام 1339 وتؤثر الثلوج المتساقطة على الرؤية. يستمر كاهن في تشجيعهم على القتل، ويبدأ فلسون في ملاحظة أن الله لديه أعداء كثيرون جدا. في عام 1344 في اليونان، تضرم المنجنيقات النار في مدينة قبل أن تقتحم الجيش الباب. نظرا لأن الجميع هنا يعتبرون كافرين، يقتل المدنيون إلى جانب الجنود بلا رحمة. يتجمد بيون عندما يدرك أنه قتل امرأة بريئة وينظر حوله في صدمة، ملاحظا جميع العائلات الميتة على الأرض. يلاحظ فلسون المجزرة أيضا، ويتبادل الثنائي نظرة بينما يصلان إلى نفس الاستنتاج. بعد انتهاء المعركة، يجادل بيون مع الكاهن لأنه لا يعتقد أن الله يريد منهم قتل النساء والأطفال. عندما كان الكاهن على وشك التصرف بعنف، يعلن بيون وفلسون أنهما يستقيلان. بعد شهر، يصل الثنائي إلى النمسا، لكن بعد السير لعدة ساعات لا يريان شخصا واحدا حولهما. عندما يدخلون مزرعة، يسحبون البطانيات على سرير ليجدوا عائلة قتلت بواسطة مرض غير معروف. فجأة تتحرك إحدى الجثث، لكنها تنهار بسرعة مرة أخرى. يقرر بيون وفلسون حرق المبنى قبل المغادرة. في نهاية المطاف، يجدون مدينة، حيث يجدون جثثا ميتة في أكوام، ومرضى حول كل ركن، وقلة من الأصحاء يتوسلون ليتم أخذهم بعيدا. يخبرهم الحارس يوهان أن وباء قد انتشر في البلاد لمدة 3 سنوات ونصف وليس هناك علاج له.